السلام عليكم. وصفتنا النهاردة ملهاش حل، أكلة رهيبة. النهاردة هوريكم إزاي تعملوا اللحمة بطريقة جديدة وبطعم لذيذ، وإذا زهقتوا من الأكل جربوا معانا الوصفة دي. معايا كيلو لحمة قطعة واحدة، غسلتها كويس وهسلقها في مية بتغلي. ما ينفعش أسلقها في مية باردة علشان ما تطلعش دم في الشوربة. أول ما المَيّة تغلي بانزل عليها باللحمة، وبعد ما تغلي غلية قوية تانية باهدّي عليها النار علشان تكمّل سواها على نار هادية، وبعد 20 دقيقة باشيل الريم من على وش الشوربة، باسويها نُص سوا، وما باضيفش عليها أي إضافات عشان تسرّع سوى اللحمة. الإضافات دي بتغيّر طعم اللحمة خلّي بالِك. نيجي للخضار، هاحتاج كام فص توم وبصلة وطماطم وفلفل ألوان وجزر. بافرُم التوم بانعّمه خالص، وأقطّع البصل ناعم، وأقطّع الطماطم والفلفل مكعبات برضه صغيّرة، وابشر الجزر. ودي كمية الخضار بتاعتنا. باضيف عليها التوابل، نُص معلقة صغيّرة من الفلفل الأسود والكاري وبصل وتوم جاف، وربع معلقة صغيّرة كركم، وباضيف عليهم الملح، وباقلّب كل الخليط ده مع بعض كويس. نرجع للحمة. استوت معايا نُص سِوَى، أخدت منّي 35 دقيقة، باقطّعها طرنشات علشان تتشرّب من الخلطة، وبارُص اللحمة في الصينية، وباضيف عليها الخضار، باغطّيها بورقة زبدة وأقفل عليها كويس بورق الفويل، وبادخّلها فرن على درجة حرارة 160 في الرف اللي تحت، بتاخد تقريبًا 15 دقيقة. وبتعرفي إزاي إنها استوت؟ بتبان من ريحتها أو ممكن تبُصّي عليها، وإذا لقيتيها خلاص بتشيلي الفويل وتدخّليها الفرن تتحمّر شوية. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. هي دي اللحمة اللي بيعملوها الطباخين في الأفراح، طعمها رهيب، أكلة ملهاش حل. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.